اليومين اللي فاتوا لقيت بعض الدول عندها تراث، حاطين على التراث ده رموز مصرية. فأنا قلت إن في هنا بعض الزخارف المصري اللي متاخدة من الحضارة المصرية القديمة وتم تداولها في العصر الإسلامي وراحت في أكتر من دولة، وكل دولة قالت إنها رمزنا وقالت إن هو بيدل علينا وإن إحنا لما نيجي نعمل بييجوا يقولوا لا ده أنتوا اللي واخدين مننا. عارفين لو يسكتوا والله لو يسكتوا أنا ما هتكلم، لكن هما بييجوا يقولوا إن ده بتاعنا، فبالتالي أنا لازم أطلع الآثار وأقول لهم لا ده بتاعنا. الشكل اللي ورايا ده اللي هو موجود في جميع المساجد سواء المصري. الشكل اللي ورايا ده انا واخداه من صفحه الاستاذه الدكتوره الجميله استاذه صفاء، اللي انا بحب جدا صفحتها. واضح جدا الرسمه على المساجد عامله ازاي، او الزخرف ده في المساجد عامل ازاي. تعالوا اوريكم الشكل المصري ده. اول حاجه لما نيجي ندخل على القاموس بتاع الحروف المصريه القديمه اللي هي بقى كتير كتير قوي وفي ذات المقطع صوت الواحد او اتنين او التلاته او الاربعه كتير، يعني زي بالظبط اللغه الصينيه عارفين. فاحنا عندنا هنا شكلين 40 و41. من خلال الرقم ده تدخلوا في القاموس بتاع جاردنر تعرفوا تطلعوا الحرف، فاهمين؟ فعندنا رقم 41 ورقم 42 زي ما انتم شايفين الشكل عامل ازاي. طب هو ده شكل اسمه ايه او معناه ايه وبيدل على ايه؟ لما نيجي ندخل على الكلمة هنلاحظ ان نطقها عر. عر دي قيم صوتية يا جماعة بنستخدمها في النطق. فالحرف الاولاني ده بتنطق عين، والحرف اللي وراها ار، فاحنا عندنا عر. الاجنبي مش هيعرف ينطق حرف العين فبيقول ار. فهمتوا؟ الكلمة بتاعتها ايه؟ سلالم وستبس، اللي هي ستيرز وستبس، سلالم وخطوات. طب ليه يا نربنا؟ لان انت علشان تطلع للاله لازم تطلع بسلالم. التل الرملي والتل الازلي والقصه الدينيه عند المصري القديم، وده السبب ان انا عملت لكم حلقه بسالكم هو ليه هرم زوسر معمول بالشكل ده. خلوا بالكم انا لما بعمل فيديوهات بسال، انا عايزاكم انتوا تشغلوا دماغكم وتعرفوا تسالوا والموضوع يفضل ماسك في دماغكم عشان لما تيجوا تعرفوا الاجابه المعلومه تلزق. ده اسلوب انا بستخدمه مع نفسي فبستخدمه معاكم يعني. فلما بعمل حلقات كده مش استعباطا او انا مش عارفه المعلومه، لا انا مش عيب الدنيا سهله. اهو الستيرز او ستيبس، هرم زوسر، الهرم زوسر المدرج معمول على هذا الشكل علشان الاله يطلع علشان الملك يطلع للاله را، رمز الشمس، رمز هليوبلس. فهمتوا؟ الشكل الاولاني هو نفس الشكل التاني ونفس الشكل التالت موجود في مصر، اصوله كلها موجوده في مصر. فلما تيجوا تشوفوه على اي زخارف موجوده ايا كانت البلد، لا مصر، او احنا لينا نسخه مصر. فلما تيجوا تدخلوا المساجد عندنا ما تقعدوش تقولوا ان ده تراث فلان وعلان وترتان في ايه. لا، في حاجات كتيره جدا اصولها مصريه.